فيلم النهاردة يا عزيزي قصة حقيقية، فقبل ما نبدأ كالعادة هنصلي على النبي ونبدأ بسم الله. فيلمنا بيبدأ في جامعة بورد في ولاية إنديانا، وهناك بنشوف سارة وهي مع حبيبها ريك، وساعتها صاحبتها بتشوفها فبتروح تسلم عليها وبتقول لها انت رجعتي تدرسي في الجامعة تاني. فسارة بتعرفها انها بتحوش عشان تكمل دراستها في كلية حقوق، وبنعرف ان سارة كانت في زيارة مع ريك لشوية طلبة فاشلين كده في الجامعة عشان يبيعوا لهم شوية مخدرات، وسارة بتكون مبسوطة جدا لان تجارتهم بتزيد. وفي نفس اليوم بالليل لما بيوصلوا البيت سارة بيسمعوا صوت اغاني عالي جدا، وسارة بتتعصب على ريك لانه وعدها ان صاحبه درو ده هو وحبيبته هيمشوا ويسيبوا البيت، بس هم مأنتخين بقالهم شهور وما رجعوش لفيجاس زي ما فهموها. فريك بيقول لها مش عاوزك تضايقي نفسك، انا هخليهم يمشوا النهارده. ولما بيدخلوا البيت بيلاقوا درو قلبها مردخانه، فبيطلبوا منه يوطي صوت الاغاني عشان الجيران ما تبلغش عنهم. فبيقول لهم لا وما تقلقوش، انا ديلر المنطقه كلها، ما فيش حد من الجيران يقدر يبلغ عني. وبيعرفهم ان لسه شاري صفقه كوكايين ب 3000 دولار وانه هيكسب منها مبلغ كبير وهيروق عليهم. فساره بتتنرفز عليه وبتقول له خد بضاعتك وحبيبتك وغور في 60 داهيه من بيتي ومش عايزه اشوف وشك تاني. ترش حبيبته اتحمقت وبتقول لها ما تروقي كده يا صرصوره وتعالي اضربي معايا السيجاره دي، والمنيله بتوافق وبيشربوا وبيرقصوا وبيقلبوها كلهم مردخانه. وبعد شويه ساره بتدخل اوضتها وبتطلع الصندوق اللي بتحوش فيه من الدولاب عشان تحط فيه الفلوس اللي معاها، فبتتصدم ان الصندوق فاضي وبتطلع لدرو بتساله على الفلوس، فبيقول لها مش عاوز زن، انا استلفتهم بس عشان اشتري بيهم صفقة الكوكايين. اتعصبت ومدت ايديها عليه، وقبل ما درو يتهور ريك بيبعدهم عن بعض وبتطلب منه يتصرف مع صاحبه حالا عشان ما تتغباش على حد، وبتقول له انا هخرج اشرب لي سجارة ولما ارجع مش عايز اشوف ولا درو ولا حبيبته. وبعدها بتخرج من البيت، بس لما بترجع بتلاقي درو وترش ودعوا، فبتتصدم وما كانتش فاهمة ايه اللي حصل. وبعدها ريك بيظهر وبيكون هو كمان منهار وبيعرفها انه لما طالب درو بالفلوس كان هيقتله، فدافع عن نفسه وخد البندقية وضربه. فبتقول له طيب قتلت تريش ليه؟ قال لها ان الموضوع حصل بسرعة. ولما بتقول له لازم نبلغ البوليس وما تخافش هتطلع براءة انت كنت بتدافع عن نفسك، قال لها ان عنده سجل اجرامي ومش ناقص، وبيبقى متأكد انهم لو بلغوا البوليس هيتقبض عليه، وعشان كده بيرفض انها تتصل بالشرطة وبيطلب منها تساعده عشان يتخلصوا من الجثث. وفي نفس اليوم بالليل بنشوف سارة مستنية ريك في العربية، وكان ريك بيرمي الجثتين في باسكت الزبالة اللي في الشارع، وبعدها بيرجع لها وبيطلع بالعربية بسرعة. تاني يوم الصبح سارة بتروح لشغلها عادي جدا، وهناك بتعرف من نشرة الأخبار إن الشرطة لقوا جثة درو وتريش، وإن اللي ارتكبوا الجريمة هم ست وراجل، والست لسه ما يعرفوش عنها حاجة والراجل هو ريك، وكمان بيعرضوا صورته على شاشة التلفزيون. وفي الغالب كده الشرطة فرغت كاميرات المراقبة وشافت ريك وهو بيرمي الجثتين، وهي عشان كانت قاعدة في العربية وشها ما كانش باين فبتخلص شغلها بسرعة. ولما بتطلع من الشغل بتلاقي الباشا مستنيها، وبالليل هما الاتنين بينزلوا في فندق على الطريق، وسارة بتكون طبعا متوترة جدا وبتطلب منه انهم يسيبوا الولاية كلها ويروحوا لسياتل لانها اقرب ولاية ليهم. والغريبة بقى انه بيكون بارد جدا بعكس سارة، وبتشوف سارة وصل الفيزا اللي على الترابيزة، وساعتها بتعرف ان ريك حجز في الفندق بالفيزا بتاعتها. وفي نفس اللحظة عربيات الشرطة بتوصل وبيحاصروا الفندق، فبيقول لها ريك مش عاوزك تخافي من اي حاجة، انا هفضل جنبك ومش هسيبك. وبعد شوية بنشوف سارة وهي في غرفة التحقيقات، والظابط بيقول لها انهم لقوا معاهم البندقية اللي درو وتريش اتقتلوا بيها. قالت له ان ريك جاب معاه البندقية للفندق وحطها تحت السرير. قال لها انهم راحوا للمحل اللي هي اشترت منه البندقية واتأكدوا انها اشترتها بالفيزا بتاعتها قبل ارتكاب الجريمة بيوم واحد. قالت له ان ريك كان عاوز يشتري بندقية صيد، وبسبب سجله الإجرامي ما ينفعش يشتري سلاح، عشان كده هي اشترتها له. فبيقول لها طب خليني معاكي للآخر يا ستي، ريك قتل درو ليه؟ قالت له دفاعا عن النفس. فبيقول لها انه لو دفاع عن النفس كان هيضربه طلقة واحدة، لكن درو اتضرب عليه رصاصتين، ده غير ان ريك وزنه 5 أضعاف تريش، فازاي بقى هي هجمته من غير سلاح وهو ضربها بالنار عشان يدافع عن نفسه؟ فطبعا ما بتعرفش ترد عليه. وساعتها الضابط بيقول لها تخمينه عن الجريمة وهو انها هي اللي اجبرت ريك انه يقتلهم، فبتعرفه انها كانت بره البيت بتشرب سيجارة، ولما رجعت لقيته قتلهم. قال لها مفيش اي دليل على الكلام ده، ومفيش حد من الجيران شافك وانت بتدخني جنب البيت. فبتقول له ايوه ما انا غيرت رأيي وقلت احافظ على صحتي بقى وما دخنش. فالضابط ما بيقتنعش بكلامها وبيوجه لها تهمة القتل المزدوج،
ولما بتدخل الحبس الاحتياطي بتقابلها مسجونة اسمها جايمي، وبيكون واضح إنها ست طيبة وبتعامل سارة كويس بعكس المسجونة التانية اللي اسمها روكسان. ووقتها جايمي بتتنرفز على روكسان وبتطلب منها إنها ما تضايقش سارة. وبعد كام يوم أبو سارة بيروح يزورها وبيعرفها إنه وكل محامي كبير جدا عشان يدافع عنها، فبتقول له إنها عاوزة تخرج من السجن بأي طريقة. قال لها إن الموضوع مش سهل وإنها متهمة في قضية قتل مزدوج وإن مش مسموح لها إنها حتى تخرج بكفالة. وتاني يوم جايمي بتودع سارة وبتخرج من السجن بكفالة، وبعدها أبو سارة بياخد المحامي بيروح يزورها، وطبعا هي بتكون متضايقة جدا وعاوزة تخرج من السجن بأي طريقة. ساعتها المحامي بيقول لها إنهم فتشوا تليفونها ولقوها بعت رسالة لريك بتقول له فيها إنها بتحبه وإن نفسها إنها ترجع بالزمن لورا عشان تغير اللي حصل في الليلة اللي اتقتل فيها درو وتريش، لأنهم في الليلة دي كانوا شاربين والموضوع خرج عن سيطرتهم. سارة اتصدمت لأنها ما بعتتش رسائل لريك وبتقول لهم إن ريك هو اللي بعت الرسالة دي ليه من تليفونها، لكن طبعا ما بيبقاش في أي دليل على كلامها. وبعد كام يوم سارة بتتحاكم وبيتحكم عليها ب11 سنة سجن وبتتنقل لسجن المقاطعة اللي هتقضي فيه مدة عقوبتها. وأول ما بتنزل من عربية الترحيلات بتقابل روجراس مأمورة السجن وبتعرفها إن السجن هيبقى بيتها وبتاخدها للزنزانة بتاعتها. ولما سارة بتدخل زنزانتها بتقابلها كورين شريكتها وبتقول لها اطلعي نامي على سريرك من غير ما تلمسي سريري، لكن سارة ما بتلاقيش طريقة تطلع بيها على سريرها إلا إنها تدوس على سرير كورين. وساعتها كورين بتتعصب وبتقول لها شكل أيامك هنا مش هتعدي على خير. تاني يوم في وقت الفطار الموظفة بتحط لسارة الأكل في طبقها، وبعدها بتشوف مسجونة اسمها ميمي وهي بتسرح لكورين شعرها، وساعتها بتعرف إن كورين هي عبد موتة بتاع السجن. وفي ميعاد الزيارة بنشوف إن في مصور من الحرس بيصور المساجين صور تذكارية مع أهلهم، وفي الوقت ده ميمي بتروح تتكلم مع سارة وبتعرفها بنفسها وبتقول لها إنها مزورة محترفة بتزور بطاقات وورق رسمي وإن محكوم عليها ب4 سنين سجن، لكن المحامي بتاعها وعدها إنه هيطلعها إطلاق سراح مشروط بعد 18 شهر وبقالها في السجن 9 شهور بس. وبتطلب منها إنهم يكونوا صحاب وبتعرفها إنها صاحبة كورين وإن كورين اتحكم عليها بالسجن لأنها سممت جوزها وبعدها اتجوزت تاني عادي، ولما زهقت من جوزها التاني الصراحة سممته برضه. المهم جايمي بتيجي تزور سارة وبتسألها عاملة إيه في السجن، فبتعرفها إنها بتقضي نص وقتها في النوم والنص التاني في القراية. وبتعرف من جايمي إن أبوها وكل لها محامي مختص في قضايا الاستئناف، وجايمي بتقول لها إنها لازم تبطل تندب في حظها وتحاول تستفيد بالوقت اللي بتقضي في السجن. تاني يوم بتكون سارة في المكتبة وساعتها مسجونة اسمها فيرال بتديها ورقة وبتطلب منها تفهمها اللي مكتوب فيها. في الأول بترفض، لكن لما فيرال بتقول لها إنها لو ما فهمتش المكتوب في الورقة هتخسر بناتها بتاخد منها الورقة على طول. ولما بتقراها بتعرفها إن عمها وعمتها رافعين عليها قضية وعاوزين ياخدوا منها عيالها لأنها مسجونة. وساعتها فيرال بتنهار وبتقول لها أنا صحيح مسجونة لكن أنا أم كويسة وعمري ما هتخلى عن بناتي. فسارة بتطمنها وبتعرفها إنها هترجع لها بناتها. وبنشوف إن سارة لما بترجع لزنزانتها بتعلق صورتها مع فيرال على الحيطة جنب باقي الصور اللي خدتها مع السجينات. وتاني يوم سارة بتكتشف إن ميمي وكورين بيشربوا مخدرات جوه السجن، فبتسألهم إزاي بتدخلوها، فميمي بتعرفها إنها مصاحبة واحد من الحرس وهو اللي بيجيب لها المخدرات لحد عندها، وإن المخدرات دي عبارة عن دواء حساسية بيخلطوه مع القهوة واللبن. وبعد ما كلهم بيعملوا دماغ بيخرجوا يرقصوا في ساحة السجن، وساعتها الحارس سكوت أبو عين زايغة بيصور سارة وما بينزلش عينه من عليها، وسارة بتاخد بالها فبترقص بقى بذمة شوية. وبعد فترة أبوها بيروح يزورها وبيبلغها إن المحكمة رفضت الاستئناف، فبتقول له أنا اتسجنت 2 سنين على جريمة ما ارتكبتهاش وعشان كده مش هستسلم، ولسه في أركان كتير في القضية ممكن استغلها زي عدم كفاية الأدلة وإن العقوبة كانت أكبر من الجريمة. فأبوها بيبان عليه إنه مبهور بذكائها وبيقول لها لو كنت دخلت كلية حقوق زي ما كنت بتخططي كنت هتبقي محامية عظيمة، بس معلش بقى يا بنتي الماديات صعبة اليومين دول عشان كده مش هعرف أوكلك محامي تاني. فبتقول له كفاية عليك كده بقى يا حاج، انت عملت اللي عليك وزيادة. بعدها بتروح تتكلم مع ميمي وبتقول لها لازم نطلب من صاحبك يجيب لنا كمية أكبر من المخدرات عشان نبيعها للسجينات، واللي هتشتري مننا هتخلي حد تبعها بره يحول الفلوس على حسابي. وبعد كام يوم سارة بتقابل المحامي اللي جايمي وكلته ليها وبتوري له بند في القانون الأمريكي بيدعم موقفها إن مرتكب الجريمة لما بيزيف رسالة باسم حد تاني ده بيثبت عليه هو الجريمة، وعشان كده كل اللي مطلوب منه إنه يثبت للمحكمة إن الرسالة اللي اتبعتت من تليفونها الريك رسالة مزيفة. فالمحامي بيقول لها إن الأمل ضعيف في إن ريك يعترف،
لكنه هيحاول ويجرب، وبينبهها انه بياخد فلوس كتير، فبتقول له خرجني انت بس من هنا وانا سدادة. تاني يوم ميمي بتقول لها انا اخرج بعد اسبوعين، فمش عاوزة خاطر عشان ما تحكمش عليا بعقوبة زيادة، ده غير ان الحارس اللي انا مظبطة مع الدنيا ساب الشغل. فسارة بتقول لها خلاص انسي اللي طلبته منك، انا هتصرف. في نفس اليوم بالليل السجينات بيروحوا ياخدوا من سكوت معدات النظافة عشان يعني ينظفوا الحمامات، وسارة بتكون من ضمن السجينات، ولانها عارفة ان سكوت معجب بيها ما بتستغربش لما بتلاقيه بيقفل الباب عليهم هما الاتنين. المهم ان تاني يوم ميمي بتتعب وبتقع على الارض، فسارة بتجري عليها وبتحاول تنقذها، وبنعرف ان ميمي هتفضل في مستشفى السجن لحد ما يجي ميعاد خروجها. وبتوصل سجينة جديدة للسجن اسمها باولا، وفي وقت الغدا باولا بتفهم الشيف انها نباتية، وكانت فاكرة نفسها قاعدة في مطعم تامر حسني، وطبعا ما بتهتمش بكلامها وبتحط لها اللحوم في طبقها. فسارة بتروح تقعد جنبها وبتحط لها كل الخضار اللي في طبقها، وبتعرفها انها لازم تلاقي شغلانة في السجن عشان فترة عقوبتها تعدي بسرعة. وبعد فترة سارة بتكون سيطرت على سكوت على الآخر، وبتطلب منه انه يجيب لها تليفون عشان تقدر تكلمه في اي وقت، وطبعا المنيل بيوافق على طول. وتاني يوم بنشوفها وهي بتكلم جايمي وبتطلب منها انها تجيب لها مخدرات للسجن، ولما جايمي بترفض بتقول لها ان المخدرات دي عبارة عن دواء حساسية، يعني ممكن تشتريه من اي صيدلية من غير روجيتا، وبتعرفها ان الفلوس هتوصل لها حوالات، هتاخد منها اللي هتشتري بيه الدواء والباقي هتبعته لحسابها، وفعلا بتوافق. ومن بعدها سارة بقت توزع على السجنات الدواء، وكمان بتدخل لهم سجاير وتليفونات، وناقص كمان تجيب لهم تلفزيونات وسجاد، وكل ده بيحصل بمساعدة سكوت، والدنيا بتبقى ماشية معاها آخر حلاوة، لحد ما المحامي بيزورها وبيقول لها إن طلب الاستئناف اترفض، وساعتها بتنهار وبتفضل تصرخ، وبتقول له أنا اديتك كل اللي طلبته، إزاي ما قدرتش تطلعني من هنا؟ ولما بتحاول تهاجمه الحرس بيبعدوها عنه وبيحبسوها انفرادي. وبعد أسبوعين مأمورة السجن بتروح لها وبتعرفها إنها قدوة كويسة جدا لباقي زميلاتها، وكلهم بيحبوها، وعشان كده هتخرجها من الحبس الانفرادي. وفي نفس اليوم بنشوف فيرال وهي بتودعها لأنها خلاص خلصت مدة عقوبتها، وبتديلها صورتها هي وبناتها عشان تفضل فاكراها. وبتروح سارة تودع فيرال عند بوابة السجن، وساعتها بتشوف واحد من الحرس وهو بيحط كرة السلة جنب الباب عشان يخليه مفتوح، فبتجيلها فكرة مجنونة. تاني يوم كورين بتعرفها إن في مفتش جديد هيمسك السجن، وكمان هيحط قوانين صعبة جدا، وهيزرع كاميرات في كل مكان في السجن. وهنا بقى يا عزيزي سارة بتقرر إنها تهرب من السجن قبل ما المفتش الجديد يوصل. وفي نفس اليوم بالليل سارة بتفتح سكوت في موضوع هروبها وبتطلب منه يساعدها. في الأول بيرفض، بس بعد شوية دلع وحب وحنان بتقدر تأثر عليه. ولما بترجع للزنزانة بتكلم جايمي وبتتفق معاها إنها تستناها بكرة في ساحة السجن بعربيتها. وتاني يوم باولا بتشوف إذن مرور الموظف اللي سكوت اداه لسارة عشان تقدر تهرب بيه، فبتقول لها خلي بالك من نفسك وبتودعها. وبعد شوية سارة فعلا بتقدر إنها تهرب، وبتدخل لأوضة اللبس وبتغير لبسها، وبتبعت رسالة لسكوت وبتطلب منه يستعد لأنها هتخرج. فبتخرج بسرعة لساحة السجن، وهناك بيكون سكوت بيتظاهر إنه بيملى عربيته بالبنزين، وأول ما سارة بتركب العربية بيتحرك وبيروح عند البوابة، وبنشوف إن سارة مستخبية ورا الكرسي لكن الحارس ما بيشوفهاش. بعدها سكوت بيعدي بالعربية، وفي نفس الوقت سارة بتلبس لبس حارسة في السجن، واللبس ده طبعا بيكون المعلم سكوت هو اللي جابه ليها. البت لو عامله لك عمل مش هتعمل كل ده. المهم انها بتنزل من العربية وبتروح تركب عربية جايمي وبتاخدها على بيت قديم، وبتقول لها انها هنا هتكون في امان. فسارة بتقول لها انها لازم تقص شعرها وتصبغه عشان تغير شكلها وما يتقبضش عليها يعني. ولما بتسألها على فلوسها اللي معاها بتقول لها معلش بقى بن كان ظهره تعبه فاشتريت له بفلوسك جاكوزي، بس اوعدك اني هجيبهم لك يعني. فبتتعصب سارة. جيمي طلعت لها من جيبها $30 وبتقول لها مشي نفسك بيهم لحد ما اجمع لك الفلوس. الناحية التانية بنشوف شون وده اختصاصه انه يرجع اللي بيهربوا من السجن، وبنعرف انه اتكلف انه يقبض على سارة، وبنشوفه وهو بيحقق مع حارس بوابة السجن وبيقدر يعرف منه ان في 3 عربيات خرجوا من السجن في نفس اليوم اللي سارة هربت فيه، ومن ضمنهم عربية في عهدة سكوت. ده غير ان في اشاعات بتدور في السجن ان سكوت كان على علاقة بسارة، فشون بيستدعي سكوت وبيحقق معاه وبيواجهه بان في اشاعات في السجن عن علاقته بسارة. قال له مفيش يا باشا الكلام ده، ياما طلعت اشاعات، وبينكر تماما الموضوع. ومأمورة السجن بتكون واثقة فيه جدا لانه بقاله 5 سنين شغال معاهم، بس شون ما بيصدقش كلامه وبيفضل يحاصره بالاسئلة. واخر ما بيزهق سكوت
بيعترف إنه هربها لأنه بيحبها، وهي وعدته إنهم هيتجوزوا، لكنه دلوقتي مش عارف هي فين. في الوقت ده سارة كانت بتكلم أبوها وبتعرفه إنها هربت من السجن وهتحاول تشوفه قريب. وشون ومأمورة السجن بيدخلوا زنزانة سارة وبيشوف الصور اللي متعلقة على الحيطة، فبيشاور على صورة جايمي وبيقول للمأمورة إنه هيبدأ بالتحقيق معاها. وبعد شوية بنشوف جايمي وهي بتتكلم مع بن جوزها عن سارة وعن فلوسها اللي لازم يرجعوها ليها في أقرب وقت، وبيتفاجئوا بالباب وهو بيخبط، ولما بتفتح بتلاقي شون، ولما بيسألها عن سارة بيتأكد له إنها ما تعرفش عنها حاجة. فبيقول لها الحارس اللي هرب سارة اعترف إنك كنت مستنياها بعربيتك قصاد السجن. فبيتدخل بن وبيقول لها لو ما عرفتيش الضابط مكانها أنا اللي هقول له هي فين. وطبعا المعلم اما صدق عشان ما يرجعش الفلوس. وبعد شوية بنشوف سارة وهي بتقص شعرها في الحمام، وفي نفس الوقت شون واللي معاه بيحاصروا البيت وبيدخلوا يدوروا عليها بس ما بيلاقوش ليها أي أثر. وبنعرف يا عزيز إن سارة سابت بيت جايمي أساسا وإنها كانت بتقص شعرها في حمام عمومي في الشارع. تاني يوم بتكون اتصلت بميمي عشان تقابلها في الماركت وبتشتري شوية حاجات وبتطلب من ميمي إنها تحاسب، وبتقول لها عاوزاك تزوري لي بطاقة أقدر أتحرك بيها. فميمي بتقول لها إن الموضوع ده هيكلفها مبلغ كبير مش أقل من $2000. فبتقول لها أنا هشتغل وهسدد لك المبلغ، المهم دلوقتي أنا عاوزة أبات عندك عشان الليلة اللي فاتت قضيتها في الشارع. بس بترفض لأن هي شخصيا بتبات عند حبيبها وملهاش بيت خاص بيها. في الوقت ده جون كان بيحقق مع كورين وباولا وما بيقدرش يوصل لأي حاجة من التحقيق معاهم، فبيروح يحقق مع ميمي وساعتها بيعرف منها إنها بتكره سارة، وده لأنها هددتها في اليوم اللي تعبت فيه، وبتكون شاكة إن هي اللي حطت لها حاجة في أكلها لأنها رفضت تساعدها. وبعد فترة بتكون سارة راجعة للفندق اللي هي نازلة فيه، بس بتتفاجئ إن شون هناك، فبتهرب بسرعة قبل ما يشوفها. وبعدها بتروح تزور صاحبتها فيرال وبتطلب منها إنها تساعدها وتلاقي لها شغل. فبتقول لها على راجل غني كبير في السن اسمه بوب، وبوب ده بقى يا عزيزي متجوز ومش طايق مراته، فبيلعب بديله يعني من وراها. المهم إن سارة بتروح له بالليل وبتكون لابسة الحتة الشفتشي، وطبعا بوب أول ما بيشوفها بيقع في غرامها، وهي بتضحك عليه وبتقول له إنها كيوت ومتجوزة ظابط وإنه على طول بيضربها عشان كده زهقت منه. وبعدها بتسيبه وبتدخل تاخد الحمام، وعشان حظها النحس بوب بيشغل التلفزيون وبيشوف برنامج عن الهربانين من السجن، وطبعا بيعرضوا صورة سارة وكمان بيحكي حكايتها. وأول ما سارة بتخرج من الحمام بيجيبها من شعرها وبيقول لها ما بحبش الستات اللي بتكذب، تخون ماشي لكن تكذب لأ، ولأن الراجل كائن ضعيف فبيستسلم ليها. تاني يوم هما الاتنين بيتفرجوا مع بعض على البرنامج، وساعتها بوب بيقول لها مش هيتخلى عنها وإنه هيساعدها، فبتطلب منه إنه يشوف لها شغل. وتاني يوم بياخدها وبيروح لمخزن الشركة بتاعته وبيقدمها لجيري أمين المخزن على إنها أشلي بنت عم مراته، وبيطلب منه إنه يشوف لها شغل معاه في المخزن. وبعد كام يوم بوب بيتفرج على البرنامج وبيشوف جايمي بعد ما اتحبست بتهمة مساعدة سارة على الهروب، وكانت بتتكلم عن سارة وبتقول لها هربي واوعي تخليهم يقبضوا عليكي. بعدها شون بيوعد سارة إنه هيقبض عليها قريب، وبيطلب من أي حد يعرف أي معلومات عنها إنه يبلغ وهتكون ليه مكافأة كبيرة. وكمان بيقول إنها بتاعت مصلحتها وبتستغل اللي حواليها، وإن كلها كام يوم وهتغلط وهتقع في إيدي. وبعد كام يوم بيوصل لأبو سارة صندوق فيه تليفون، وبيكون معاه رسالة من سارة بتقوله فيها إنها لما تعوز تكلمه هتتصل بيه على التليفون ده. بعدها بنشوف سارة وهي مع بوب في فندق، وساعتها بتعرفه إنها عاوزة تهرب لروما لأن هناك مفيش اتفاقية تبادل مجرمين، وبتعرفه إنها اكتشفت إن جيري بيختلس من الشركة وإنها واجهته وهو وعدها إنه مش هيكررها تاني، وبتطلب منه إنه يمسكها شغله كله، بس هو بيرفض لأن مراته في مجلس إدارة الشركة. تاني يوم جيري بيقول لها إن بوب اتكلم معاه وبيعرفها إنه سأل واتأكد إن مرات بوب ملهاش بنت عم اسمها أشلي أساسا، وبيهددها إنها لو ما بعدتش عنه هيبلغ مرات بوب بعلاقتها بجوزها. فبترد عليه بكل برود وبتقول له إنها اكتشفت إنه اختلس من الشركة اختلاسات تانية كتير، ولو ما طلعهاش من دماغه هي اللي هتبلغ عنه. فالمعلم بيحط لسانه ببقه وبيلم نفسه. في نفس الوقت أبو سارة بيتكلم مع شون وبيقول له إنه خايف على بنته وعشان كده هيديله التليفون اللي هي بعتته له عشان تكلمه عليه. فبيقول له شون تفتكر بنتك فعلا قتلت؟ قال له للأسف أنا دلعتها زيادة لأن أمها هجرتهم من زمان وكانت سارة عندها 3 سنين، فكان عاوز يعوضها غياب أمها وعشان كده ما كانش بيرفض لها طلب، فتعودت إن محدش يقول لها لأ. وبيقول له إن بنتي عشان توصل للي هي عايزاه ممكن تعمل أي حاجة
حتى لو كانت الحاجة دي إنها تأذي أقرب الناس ليها. تاني يوم شون بيفتش في كتاب من الكتب اللي سارة كانت بتقراها في السجن، فبيلاقي جواه صورة لفيرال وبناتها. بعدها سارة بتتصل على التليفون اللي مع أبوها، فشون هو اللي بيرد عليها وبتتوتر وما كانتش عارفة تعمل إيه، وبيعرفها إن أبوها هو اللي اداله التليفون، وبيفضل يجرجرها في الكلام لحد ما بتقوله إنها شافت ريك وهو بيقتل، وده بيكون عكس الكلام اللي هي قالته قبل كده بإنها ما كانتش في الشقة لما ريك ارتكب الجريمة. المهم إنهم بيقدروا يحددوا المنطقة اللي سارة موجودة فيها. وتاني يوم بوب بياخدها لشقة كبيرة أجرها لها عشان يعيشوا فيها بقى مع بعض براحتهم، وساعتها بتقول له أنا عاوز أكمل حياتي معاك، طلق مراتك ونتجوز ونسافر. فبيعرفها إنه ما يقدرش يطلقها لأنها ساعتها هتاخد نص فلوسه. المهم إن بعد كده شون بيقرر إنه يروح يحقق مع فيرال، وبنشوف سارة وهي بتسرش عن نوع سم ممكن بوب يستخدمه عشان يخلص بيه على مراته. ولما بوب بيوصل بتعرفه إنها اتكلمت مع دكتور التجميل وقال لها إن العملية اللي هيغير لها بيها ملامح وشها هتتكلف $12,000. في نفس الوقت شون بيروح لفيرال وبيحقق معاها، وبيقدر يعرف منها إن سارة عايشة مع رجل أعمال اسمه بوب. وبعدها بنشوف بوب وهو في بيته وبيفتح درج موجود فيه نفس نوع السم اللي سارة كانت بتعمل عليه سيرش، وبيروح لمراته وهو معاه كوبايتين العصير. وبعد شوية بوب بيخرج من بيته عشان يتفاجئ إن شون قصاده، ومن غير أي مقدمات شون بيقول له تحب تقول لي سارة فين هنا ولا ندخل ونتكلم قصاد مراتك؟ فشون بيقول له أنا قضيت معاها ليلة واحدة بس وبعدها ما شفتهاش تاني. وطبعا شون ما بيقتنعش بكلامه وبيخلي رجالته يراقبوا تليفوناته، فبيقدروا يعرفوا إن عنده 3 خطوط، 2 منهم بيستخدمهم في الشغل والبيت، والخط التالت ده بيكون هو اللي مع سارة. في نفس اليوم سارة بتكون ماشية في الشارع، فواحد بيوقفها وبيقول لها إنه شافها ببرنامج في التلفزيون، فبتحس بالخطر وبتتصل ببوب وبتقول له إنها هتجهز شنطتها عشان يسافروا النهاردة بالليل. وطبعا شون بيسمع المكالمة وبيقدر إنه يعرف مكانها فين بالظبط. في نفس اليوم بنشوفها وهي بتجهز الشنطة، لكن بيطب عليها 2 ضباط محليين وبيقبضوا عليها. وبعدها شون بيوصل وبياخدها معاه عشان يرجعها للسجن. وفي الطريق شون بيقول لها إنه متأكد إن هي اللي ارتكبت الجريمة. وهنا بقى يا عزيزي كانت المفاجأة، بنرجع بالزمن وبنشوف سارة وهي بتخلص على درو وحبيبته، يعني بنت اللعيبة هي اللي كانت قتلتهم فعلا. ومش بس كده يا عزيزي، دي كمان كانت بني آدمة استغلالية، يعني هي اللي زودت الجرعة الميمي عشان تتخلص منها وتاخد مكانها، وكمان استغلت جايمي عشان وجودها بره، ده غير طبعا باولا، وكانت هي اللي بتوزع لها. وكلكم واسكت دكم تاني، الواد خلته يموت في دبادبها ووعدته بالجواز وخلعت منه. وطبعا مش هننسى اللي قد ابوها ده بوب، واللي خلته كان هيموت مراته عشانها. فالصراحة كده هي تستاهل بالرغم يعني ذكائها الأوفر. وفي النهاية بنعرف إن سارة عقوبتها اتضاعفت وإنها مش هتقدر تخرج من السجن قبل تاريخ 4 يناير سنة 2054، ووقتها هيبقى عندها 75 سنة. يعني في اللحظة اللي انت يا عزيزي بتشوف فيها الفيديو ده سارة مسجونة في زنزانتها، ومش بعيد تكون بتتفرج على الملخص وكمان بتفكر مين هيكون ضحيتها الجديدة. وبيخلص الفيلم على كده. اللايك يا عزيزي وما تنساش تقول لي رأيك في كومنت، واشوفكوا الفيلم الجاي.